اللي عندنا هنا بيضة و5 ملاعق سكر، راح نضيف لها هسه اللي راح تشوفونه. خلينا 6 ملاعق زيت وتقريبا نص شوية هيل. أهم شي تخلين الفانيلا، وخلينا ما يعادل نص ملعقة شاي من أي خل متوفر عندنا. أنا خليت هسه خل التفاح. راح أضيف الطحين بالتسلسل إلى أن تصبح عجينة متماسكة، ولا ننسى نضيف المبروش شوية وراجعت لكم. هذه ملعقتين نشا ستذكرها من ضمن المقادير. هاي الملعقة الثانية من النشا. بعدين نسينا أيضا نذكر شي مهم، المبروش، مبروش جوز الهند. نلاحظ هنا هذه ملعقة، أغلب مقادير بالملاعق، ملعقتين تردين تحبين تقدرين بالكوب راحتك. ملعقتين، هاي 3 ملاعق تقريبا، راح أخلي 4 ملاعق مبروش جوز الهند. هذه 4 ملاعق، وذلك طبعا النوعية الأصلية زينة يكون أفضل. هسه راح أخلطه، أضيف الطحين والرز ويانا ونشوف النتيجة. الطعم طلع روعة. عن الطعم طلع روعة، ما تتصورون ايش قد طيب، والمقادير مضبوطة جدا، يعني لا حلوة زايد ولا محتاجة شوية مثل حلا، واللي يحبها حلوة زايد بعد براحته. يعني حتى ريحة البيض ما موجودة، بس أنا ما خليت فانيلا، بس أفضل خلون فانيلا. ما ضفت بيكنج باودر نهائيا، ولا ضفت أي سوائل، يعني لا بيكنج باودر ولا سوائل ولا أي مواد كيميائية. هي فقط طحين الرز والنشا والمبروش والبيض والزيت والسكر وبقية المطيبات اللي تعجبكم تخلوها. هسه راح نقسم أو ناخذ جزء منها نخلي عليه الكاكاو. عندي أنا هذا الكاكاو موجود، ما أعرف يعني أنتم اللي أي واحد شنو الكاكاو اللي تستخدمونه. أنا هذا عندي موجود راح أستخدمه، بس ما أعرف هذا مو جلوتين فري، طبعا مو جلوتين فري حتى للأمانة. هسه راح نضيف شوية على جزء من نجرب يعني شلون راح كتجربة. يعني أنا هذا البسكت راح يكون بسكت بطحين الرز، وقسم منه راح يكون بالكاكاو، بعدين راح نشوف النتيجة. طبعا هذه سويت قسم منها، وحتى يخاف أحد يسأل عن الطريقة، يعني شلون سويتيها بهالطريقة هذه. هاي الأكلة طبعا تناسب الأطفال الصغار اللي يعني نشوف الطفل بهالمنظر يحب ياكلها، اللي خطية ما يقدرون ياكلون الحنطة، يا رب يشافيهم ويعافيهم. راح أعلمك الطريقة بقى منها شوية من العجينة حتى تشوفينها تسوينها لأطفالك إن شاء الله. الصحة للجميع. هذه اللي أمامكم خليت قسم بدون يعني هذا قسم بدون كاكاو على حطته، وهذا قسم بالكاكاو. شوفي الكاكاو، واللي تحب لون، بس أفضل الألوان الطبيعية، يعني لون الفراولة ينطي لون وردي، الألوان الطبيعية. عصير الجزر ينطي لون برتقالي، أو عصير البرتقال ينطي لون برتقالي، بكيفك بعد انتي يمك. هذا نخلط شوية من هذه وشوية من هذه ينطينا هاي النتيجة. وإذا تحبينها خالية لوحدها هالشكل، وراح أسوي وحدة بس بالكاكاو، وانتي من يمك ترشيها شوية مبروش ينطفد لون حلو مميز. هسه هذه راح أكملها وأرجع لكم إن شاء الله. وهاي النتيجة، بسكت هش وجميل مع الشاهدين، ومن شغلات متوفرة بالبيت، وما تصورين الريحة شقد طيبة. وانت بعد وشطارتك شنو تردين تضيفين، من شغلات متوفرة بالبيت، ما جبنا شي من خارج البيت غالي أو ما نقدر نشتري أو بمادة حافظة مثلا تأذي الطفل أبد نهائيا. طحين الرز والبيض والزيت وكله متوفر بالبيت، وإن شاء الله هاي كلها طبعا الخاطر الأطفال الصغار تعجبهم هاي الأكلات وما يقدرون يشتروها. إن شاء الله تعجبكم، ويا ريت بعد ما تسوين العجينة تخلينها حتى لو فترة نصف ساعة بالثلاجة تتماسك، بعدين تعجنين. أنا استعجلت على الكهرباء ما خليتها بالثلاجة. الشيء الثاني، كل الأكلات تقريبا اللي قاعدة أقدمها خالية من الحنطة ومن الحليب حتى ما تأثر نهائيا، يعني هن المكونين ذين الرئيسيين يسببين التحسس، فأغلبها اللي هذه
الحلويات اللي قاعدة أقدمها والأكلات خالية من الحنطة والحليب. السلام للجميع، ولا تنسونا بخالص دعائكم، وخاصة لا تنسون الدعاء للأطفال المرضى بالشفاء العاجل إن شاء الله تعالى.